بيقول عنك بارت 1 ترتيبك وسط اخواتك بيقول عنك ايه. لو انت الاخ الكبير ده بيقول ايه عن شخصيتك. الدراسات بتقول ان معدل الذكاء عند الاخ الكبير اعلى من بقيه اخواته، شخص منفتح وسلس بيستخدم ضميره في اغلب تعاملاته، طموحه وتطلعاته بتكون كبيره وده لتعدد مؤهلاته العاليه بتيجي من قدرته على الاستيعاب. الاخ الاكبر هو الشخص اللي بيتلقى اكبر نسبه اهتمام من اهله، بس هو برضه الشخص اللي بيتعرض لاعلى نسب القلق والتوتر واخطاء الاهل اللي بتكون ناتجه عن قله الخبره. من اهم صفات الاخ الاكبر انه شخص منظم بيقدر يرتب اولوياته بشكل مناسب، وده لانه بيتحط عليه المسؤوليه بدري عن باقي الاخوات، ده غير مسؤوليه اخواتهم اللي برضه بيتحملوها. وده بيودينا لواحد من اهم صفات الاخ الاكبر وهي القياده، واللي بيكونوا شاطرين قوي فيها. لو انت الاخ الوسطاني ده بيقول عن شخصيتك. الاخ الوسطاني شخص شاطر جدا في التفاوض والتعامل مع الناس بشكل عام. الاخ الوسطاني هو حد عمره ما فاز بالاهتمام الحصري من اهله، بالعكس من يوم ما بيتولدوا بيشاركوا اخواتهم كل حاجه، وده بيخلي عندهم قدره على الدبلوماسيه والوصول لحل. وعشان كده الاخ الوسطاني في اي بيت هو قوات حفظ السلام. الاخ الوسطاني اللي عمره ما خد مميزات الاخ الكبير ولا دلع اخر العنقود، وده جايز يخليهم عندهم احساس بالظلم والتفرقه في اغلب الوقت، بس في الاخر كل ده اثر على شخصيته بشكل ايجابي، لان العوامل دي خليته بيخلق طريقه عشان يبقى مميز. وعشان كده اهم صفات الاخ الوسطاني التفكير بره الصندوق، الاستقلاليه، الصبر وطولة البال، مستوى العاطفه عندهم عالي. عارف انت الفيرود بتاع الفريق، الجوكر بتاع اي مكان، اهو ده الاخ الوسطاني. لو انت الاخ الصغير ده بيقول عن شخصيتك. الاخ الصغير هو الشخص اللي بينجو من انه يتعرض لاعلى نسب التوتر واخطاء الاب والام، وده بيخليه شخص متساهل وبيكبر دماغه واخف دم في البيت، على طول بيهزر حتى وهو متضايق، وفي بعض الاوقات في ناس ممكن تشوفه بارد، بس ده مش معناه انه ما بيقابلش شويه مشاكل، لانه في المقابل اخواته بيلعبوا دور مهم في تكوين شخصيته. حته انه ما بيتحطش عليه مسؤوليات او يتوقعوا منه الانجازات ده بيخليه ما يتحطش تحت نوع من انواع الضغط، بس ده في بعض الاوقات ممكن يحسسهم ان هما ما عندهمش الكفاءه اللي عند اخواتهم، وده اللي بيخليه شخص استكشافي ومش تقليدي، بيحب يجرب حاجات جديده وما عندوش مشكله مع المخاطره. وعشان كده اغلب رواد الاعمال كانوا الاصغر في اسرهم. ما تنسوش تمنشن الاخ الصغير في الكومنتس، واستنوا البارتس الجايه من بيقول عنك.